السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض كده طبق مسقعة أرضاحي بس خطير، كان نفسي فيه من زمان من بعد رمضان. قلنا نعمله كده احلى من بتاع المطاعم بكتير. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة معايا هنا بطاطس مكعبات، مقطعة مكعبات، طبعا تقدر تقطعها التقطيعة اللي تعجبك. وعندي هنا قلاية الزيت بتاعتي، هنحمر البطاطس طبعا. زي ما احنا عارفين هنحمر كل حاجة. هنقلي البطاطس وهنقلي البتنجان وهنشوف الطريقة مع بعض. جربيها بجد، الطريقة دي خطيرة. على ما البطاطس تتحمر بقى هنيجي نعمل الصلصة بتاعة المسقعة. معايا هنا فصين توم مبشورين كده، حطيت عليهم شوية زيت في الطاسة. هبتدي اشوح التوم بتاعي لحد لما ياخد لون اصفر فاتح. ما تغمقيش التوم عشان ما يمررش معاكي، احنا بس عايزين ريحته تطلع. نقلبه كده. طبعا خلي ايدك فيه على طول عشان ما يتحرقش من على الاطراف، ومن جوه يفضل ايه ما لسه ما اتحمرش. وهضيف عندي هنا صلصه متفرزه، او عصير طماطم، يعني لو مش موجود صلصه متفرزه ممكن عصير طماطم. تمام. معايا هنا فلفل حامي او بارد حسب الرغبه، بس الفلفل اللي عندي مش حراق قوي يعني، فحطيت 2. طبعا ايه، حط الكميه اللي تعجبك وتناسبك، وممكن حر او بارد. البهارات حطيت كزبره وكمون وفلفل اسود وبابريكا ورشه سكر ورشه ملح. حطيتش اكتر من كده، بهارات بسيطة جدا مش فيها اي افتكاسات خالص. طبعا وطريقة سهلة وبسيطة بس حرفيا احلى من بتاعة المطاعم. انا بشتريها من بره برميها ما باكلهاش، بطلت اشتريها خالص، طعمها مش حلو يعني. دي احلى بكتير وخفيفة. جربي تحطي الفلفل ني مش تحمريه، علشان هيبقى خفيفة جدا وهتبقى حلوة خالص. لما بتحمري الفلفل بتبقى تقيلة معاكي. هنا بقلب في البطاطس كده عشان خاطر ايه تتحمر كويس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اتحمرت معايا البطاطس، هشيلها كده اصفيها واشيلها في طبق جانبي. هنحمر بقى البتنجان. طبعا خارجين من رمضان شبعانين لحوم، وبصراحة الاكلة دي كان نفسي فيها قوي. وعملتها بالطريقة دي، تعمليها جربيها، هتبقى خطيرة وخفيفة. حمرت البطاطس والبتنجان والفلفل شوحته مع الصلصة. بيبقى خفيف قوي وطعمه حلو. هحط بقى المكونات دي كلها على بعض، الصلصة على البتنجان على البطاطس، وحرفيا دي احلى طريقة للمسقعة. وجربيها وانتي هتشوفي. هنبتدي بقى نخلط بقى ده كله مع بعض، وهنسيبها يعني 3 4 دقايق على النار عشان خاطر تشرب من الصوص، وتطعم بالتوابل بتاعة الصلصة، وتطعم بطعم الصلصة، وهتبقى مسقعة خطيرة. ما تسيبهاش كتير على النار، وما تسيبهاش تنشف قوي على النار. يعني خلي فيها صوص خفيف قوي كده، يعني ما تبقاش ناشفة قوي، تبقى ايه تحسي ان فيها صوص كده. نغرفها مع بعض بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. احلى واسرع طبعا مسقعة في ثواني تعمليه، ومن غير لحمة ومن غير تكلفة كتير، وبجد شهي جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.